السلام عليكم حبايب القلب، يسعد اوقاتكم. ان شاء الله تكونوا بخير. حبايب القلب، بعرف اني تاخرت عليكم كتير، ويعني والله هذا الشيء ما له بايدي، بس يعني كان عندي شوية ظروف، ويعني ما في تفاعل كتير على القناة. لهيك رجعت لكم فيديو جديد، والكيبورد الجديد الفي 12 شيء فخامي على الاخر، وان شاء الله يعجبكم. اول شيء بنفوت على الكيبورد. تمام. الكيبورد حيفتح معانا بالواجهة الحمراء. هيفتح الكيبورد معنا بهاي الواجهة. أول شي انتو طريقة التفعيل بتعرفوها، حتفعلوا الكيبورد، حتفعلوه. تمام. هاي الطريقة الكل بيعرفها. خلينا نشوف السيم. الكيبورد حيفتح معكم بهذا الشكل، يعني سيم فخامي، وغيرت السمايلات وغيرت كل شي بقلب الكيبورد، يعني شي فخامي وإن شاء الله يعجبكم. حبايب القلب، الكيبورد بقلبه مميزات كتير يعني جديدة، ويعني زخارف جديدة، إن شاء الله يعجبكم. يعني هو الكيبورد خالص معي من زمان، بس يعني هلأ رجعت يعني فعلته حتى أصور لكم. هاي الزغرفة العادية، هاي الزغرفة هدول عبارات حلوة تعجبكم. كمان عبارات شي فخامة وعكيف كيفكم. وهاي التالتة عبارات. هلا هيك العبارات خالصات، انتو يعني شوفوا واعطوني رأيكم. هاي أول زغرفة، يعني زغارف عكيف كيفكم، بعجبوكم إن شاء الله. يعني بكل صف عبارات، يعني مغير لكم الإيموجي هنا، يعني كل زغرفة فيها إيموجي خاص فيها. تمام. يعني انتوا شوفوا الزغارف، شوفوا وكملوا واعطونا رايكم. هذا الكيبورد بقلبه 22 زغرفة عربي و22 زغرفة انجليزي. تمام. هلا هاي اول شغلة الزغارف خلصنا منهم. انتوا شوفوا، يعني انا ما بدي اطول الفيديو عليكم. هاي الزغرفة العربية. تمام. رجعنا لها. حتضغط على 1 2 3 ضغطة طويلة، حيفوتكم على الاعدادات. هدول اعدادات غير شكل. حتفوتوا انتوا على تبديل الكيبورد. مثلا الكيبورد العادي هذا العربي، كيبورد الانجليش بدلناه نحن. تمام. طلعنا من الكيبورد. هاي الكيبورد الانجليش اول شي بيعطيك عربي، بيعطيك الزغرفة الانجليزي. تمام. زغرفة انجليزي عادية. هاي زغرفة انجليزي 2. هاي 3. حبايبي القلب، كمان انتو شوفوا باقي الزغارف هيعجبوكم ان شاء الله. وتاني شي بتضغط على 1 2 3، وبعدين ALT تضغط ضغطة كمان، حيطلع لك اختصارات حلوة كتير. وخلنا نرجع الكيبورد القديم. تبديل الكيبورد العادي. كيبورد الاختصارات. كيبورد الاختصارات بقلبه 3 اختصارات. تمام. بس انتو يعني حتقروا الوصف. هذا الوصف حتقروه، حتعملوا الزغارف. مثلا كيبورد الاختصارات، قم تفعيل جميع الزغارف عند تقوم باختيار كيبورد الشد. هذا تمام. وكيبورد الشد وكيبورد اختصارات. نحن حنرجع على الكيبورد العادي. رجعنا للكيبورد العادي. هلا هيك خلصنا. اول شي يعني انا غيرت لكم الايموجيات وغيرت لكم كل شي. تمام. حتى السيمات هلا بنشوفهم، انا غيرت لكم كل شي بقلب الكيبورد.
يعني كان في هون يعني يطلع لكم صفين، لهيك أنا شلت صف وخليت صف وغيرت في منه وغيرتهم. أول شي هنفوت على حرف الجيم، يعني الزخارف العادية. الزخارف حتطلع بحرف الكاف، لا حرف السين، تمام. هدول اختصارات بالتاء المربوطة. حرف الواو ما في شي. حرف الراء كمان في شوية اختصارات، هدول قديمات. حرف الزال، حرف الدال، حرف الزال كمان ضفت لكم شوي. هون ما في شي، تمام. هنضغط على هاي، هيطلع لنا شوية اختصارات كمان، يعني شي حلو. وهون يعني هدول انتو كلياتكم تعرفوهم. تاني شغلة يا حبايب القلب في انه بالكيبورد الحافظة هتفتح معكم بهذا الشكل. هاي اعدادات الحافظة كمان هتفتح معكم بهذا الشكل. الايموجي هيفتح بهذا الشكل، تمام. حرف اللام هيفتح بهذا الشكل. اذا بدكم انتو فيكم تغيروه، تضغطوا على 1 2 3. تغيير السيمات والايموجي، مثلا هنغير شكل الحافظة نحطه شكل الخامس هنفعله، والايموجي الشكل الخامس، وحرف اللام الشكل الخامس، تمام. هلا هيك شايفين شلون صارت. هاي الاعدادات الحافظة هتفتح بهذا الشكل، اختصارات حرف اللام بهذا الشكل، يعني شي حلو. وفي كتير الوان. ايموجي الشكل الاول مثلا طفي الخامس، طفوا الخامس بتشغلوا الاول، تشغل الاول طفي الخامس. المهم انه خلص تخلوا واحد شغال، تفتح باللون الاحمر، تمام. يعني شي حلو كتير وبعجبكم. هلا خلصنا من هون، هنفوت نشوف السيمات. هو الكيبورد انا عامله بكذا سيمتين وشي، يعني رفع وكيف كيفكم. هاي السيمات، اول شي هنختار النهدي والابيض، تمام. يعني هذا للبنات، اصفر وابيض، برتقالي وابيض. شايفين يعني السيمات حلوات، اخضر وابيض، احمر وابيض، احمر وابيض ونهدي، برتقالي، احمر فاتح، تمام، ازرق وابيض. انا هذا السيم اللي عجبني، سيم كيف كيفكم. خلصنا هلا من السيمات. هنفوت مثلا بدكم تتواصلوا معي حبايب القلب، هاي رقمي واتساب، هاي يوتيوب، هاي تليجرام، هاي انستغرام. حتغيروا مثلا، خلص هون خلصنا. هنفوت على الاعدادات هتفتح معكم بهذا الشكل، ماشي. اول شي هتفوتوا هون مثلا هيطلع لكم الابوت، اذا بدكم رقمي كذا هيك شغلات، ماشي. هلا مثلا نحنا بدنا مشان المنظر والشتي انه والتنزيلات تغيير الورود مثلا هيك، اقتراح الكلمات، النسخ الاحتياطي كله شغال، وشي فاخم على الاخر، تمام. الامياء، اقتراح الكلمات، يعني كله شي حلو على الاخر. ان شاء الله يعجبكم حبايب القلب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والله يعطيكم العافية.